السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد أشرف الخلق وخاتم النبيين. محرز يثور غضبا في وجه مدرب الأهلي السعودي. إليكم التفاصيل. استشاط قائد المنتخب الجزائري رياض محرز غضبا في وجه مدربه الألماني في آخر مواجهة خاضها النادي الأهلي أمام أباها لحساب الجولة ال15 من دوري روشان السعودي. وانتهى اللقاء بسداسية كاملة لصالح الأهلي السعودي في مواجهة أباها ليحتل الأهلي المرتبة الثالثة برصيد 30 نقطة. ووقع النجم الجزائري رياض محرز مهاجم الأهلي على 7 أهداف مع فريقه في مباراة اليوم في منافسة دوري روشان السعودي. وصار الدولي الجزائري رياض محرز في وجه مدربه الألماني بعدما أقدم على تغييره في الدقيقة 89 من المباراة. والتقطت عدسات الكاميرا رياض محرز وهو يتكلم مقابل مدربه بعدما تم تغييره رغم أن المواجهة كانت تلفظ أنفاسها الأخيرة. وتألق رياض محرز في المواجهة بتسجيله هدفا شخصيا جميلا وقدم تمريرتين حاسمتين في المباراة التي حسمها الأهلي بسداسية دون رد. ويطمح النجم السابق لمانشستر سيتي للعودة إلى مستواه وكسب عدد كبير من المباريات من أرجله قبل الانضمام إلى معسكر المنتخب الجزائري المقبل على خوض نهائيات كأس إفريقيا 2023 في جانفي القادم. وبالنهاية إذا عجبكم الفيديو لا تنسوا الاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل جديد. دمتم في أمان الله.